السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد، هنعمل دراسة جدوى عن 50 جوز سمان تكساس. 50 جوز سمان تكساس كتاكيت عمر يوم، عامل الجوز 25 جنيه. تمام، 50 في 25 هيدينا 1250 جنيه. تمام. ال50 جوز قبل ما نعمل أي حاجة، تمام، هتبقى في نسبة فاقد بتعملها. في نسبة فاقد بتعملها بتبقى أغلبية الوقت 10%. تمام، يعني 50 جوز يعني هيبقوا 45 جوز. تمام. طيب، هنتكلم على 50 جوز الأول. 50 جوز، تمام، في 20، تمام، اللي هو ايه؟ اللي هو 8 كيلو. ليه؟ لأن الكتكوت الواحد بياكل حوالي نص كيلو في الدورة بتاعته. الكتكوت الواحد السمان بياكل نص كيلو في الدورة بتاعته، في اللي هي من عمر يوم ل 35 أو 40 يوم بياكل نص كيلو. طيب، يعني 50 في 20. ليه؟ 20 دي اللي هو 8 كيلو العلف أو كيلو البادي. تمام. طيب، 20 في 50 هيساوي 1000. ده اللي هنطرحه من الناتج النهائي. طيب، كده معانا طرح 1250 وطرح 1000 جنيه. تمام، هتبدأ بقى تشيل نسبة الفائد اللي هي 10%. نسبة الفائد 10% من 100 حتة تبقى 90 حتة. 90 حتة يعني 45 جوز. 45 جوز، الجوز السمان التكساس أقل حاجة 140، متوسط السعر 150. احنا هنحسب على المتوسط، يعني هنقول 45 جوز في 150 جنيه هيطلع لك مكتوب 6750 جنيه. تمام، 6750 جنيه. هنشيل منهم مجموع ال1000 وال1250، كان 1250 كده 2250 من 600 من 6750 هيطلع معانا 4470 جنيه. ده مكسبك صافي. طبعا الا بقى لو هتشيل مثلا كهرباء، يعني مثلا قول 470 جنيه كهرباء وميه، يعني مكسبك صافي 4000 جنيه. تمام. ده كان فيديو بسيط عن دراسة جدوى ل50 جوز. على حسب بقى ما هتكتر الكمية، على حسب ما هيطلع معاك. طبعا في فيديو، تمام، هيبقى مخصص بإذن الله ليوم السبت. في فيديو مخصص يوم السبت عن بقى يعني ازاي تعمل حضان تمام ودورة كاملة والكلام ده كله. و بإذن الله في هدايا يوم الجمعة بكرة لوصول ل 500 مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.